الفكرة فكرتي وما ماخذتها من أي واحد، إن أنا أريد أخبز وبطن التنور عندي ماكولة، حتى من أخبز قوة عندي يستوي الخبز. هنا أنا فكرت بهاي الفكرة، قلت خليني أصورها وياكم وأنزلها بالقناة يمكن تفيدكم. هنا أنا عندي سيم وكرتونة ومشبك. هنا أنا حطيت الكرتونة، وهنا أنا راح أخلي فوق الكرتونة المشبك. طبعا المشبك أهم شي يصير جوا البوري اللي يطلع غاز، اللي يطلع نار بنات. هنا أنا ضبيته داير حبل، شديته بالسيم حتى من نحط هذه المونة بنات. هذه مونة بورق، يمكن هي اسمها بورق. سويتها عجنتها وخليتها فوق السيم. أهم شي هذا الزروف اللي يطلع نار ما خليت المونة توصلها. هنا باعوا بنات شلون رتبتها. هنا بنات بعد ما شفت هذا المنظر كلش انخذلت، بس بعدين من وخرت الكرتونة. طبعا أنا خليت الكرتونة حتى ما المونة توقع بالقاع. ضبطتها وهاي مشى حالها، والتنور خبزت بيه صار 3 مرات أخبز بيه. هسه أشوفكم شلون خبزت بيه ومشى حاله كل شي ما بيه. طبعا هاي الفكرة تفيد للناس اللي عايشة بالأرياف بعيد عنها المصلح. طبعا أنا ما أريد أصلحه لأن هو تعبان يراد له تبديل، صار له طبعا تقريبا 7 سنين عندي. يلا خليكم وياي نهاية الفيديو. ياخذ غيبة كمل ارتاح، نكهت هدومه قال اللهم لا تجعلها غيبة. شو سجلها نشيد وطني غير غيبة. زين وبعدين انت تنكت هدومك، والله عمي ما بحكى كان يا ويلات، انت تنكت هدومك واقع على هدومك شكر ومو شكر، انت غير قصيته قدام الولاء. نعم شوف الله عز وجل، قد البعض يقول ليش الله عز وجل عند الغيبة اشد من الزنا. ترى هذا حديث مؤلم من الامام الصادق سلام الله عليه، من يقول الغيبة اشد من الزنا. هذا الزنا الغيبة اتعس من عنده. نعم زين سؤال، ليش الله عز وجل جعل الغيبة اشد من الزنا؟ سؤال بريء مو لازم اعرفه. اهل البيت ايش قالوا؟ قالوا الله عز وجل حسب حديث المعصوم جعل الغيبة اشد من الزنا. تعرف ليش؟ يقول باعتبار الزنا بينك وبين نفسك، بينك وبين ربك، مو ذنب هو صحيح، اما الغيبة لا، الغيبة بيهتك لحرمة الانسان. غيبة اشد من الزنا باعتبار بيهتك لحرمة الانسان. هسه انطيك مثال، انت بالصلاة الواجبة مو المستحبة، لا الواجبة، بتصلي صلاة واجبة بس ما حد يمك، بس انت بالاستقبال بالجامع وصلي، دخل واحد، هذا المتعارف عندنا اليوم، قال سلام عليكم. متفقين؟ الشريعة شو تقول؟ الشريعة تقول يجب مو مستحب ان تقطع الصلاة وتقول له سلام عليكم بالصيغة سلم بها هو، وتقول له وعليكم السلام، تبطل الصلاة. لا مثلا قال سلام عليكم، انت تقول له سلام عليكم، ترجع تكمل ولا الضالين قل والله احد، تكمل صلاتك صحيحة. عجيب. اقول له الهي جاي اصلي لك شلون اقطع صلاتي؟ يقول لا، اذا عرفت شيء فقد غابت عنك اشياء. هذا الانسان الله يقول لما تقطع الصلاة وتجاوبه هذا الانسان كرامته اهم من الصلاة اللي يصليها. تدري ولا لا؟ نعم هاي الصلاة الواجبة مو المستحبة.